السلام عليكم. كنا في اللايف بتاع النهارده وجات لي اسئله كتير حوالين استخدام الكورتيزون في زياده الوزن، او الناس اللي محتاجه تزود الشهيه او تفتح الشهيه بتركيبه طبيعيه بعيده عن الكورتيزون خالص، او الناس اللي استخدمت الكورتيزون وجالها علامات تمدد بخطوط بيضاء او حمراء داخل الجسم. مبدئيا كده الكورتيزون من افضل الادويه اللي خلقها ربنا، بس لو استخدمناه تحت اشراف طبيب او صيدلي. علاج ساحر لحاجات كتير ومشاكل كتير موجوده عندنا في الجسم. انما لما حضرتك تلجأي وتستخدمي الكورتيزون، سواء الديكسازون او الابيدون او الفينادون او اي دواء فيه كورتيزون في الصيدليه علشان خاطر زياده الوزن، فبيسبب مشاكل كتير قوي. عد معايا كده حضرتك. اول حاجه بيعمل احتباس للسوائل داخل الجسم. تاني حاجه بيعمل سوء توزيع للدهون والسوائل داخل الجسم. مجرد ما بتبداي تستخدمي الكورتيزون بتلاقي الخدود نفخت، الرقبه نفخت، الدراعات زادت، الجسم بدا يزيد، وده دليل على سوء توزيع الدهون والسوائل داخل الجسم. الحاجه الثالثه ان هو بيأثر على الهرمونات، ممكن لا قدر الله يأثر على الهرمونات، يأخر لك الدوره، يقدم الدوره، يأثر على لو انت بتخططي لحدوث حمل وما بتستخدموش تحت اشراف طبيب. الحاجه الرابعه بيأثر على التمثيل الغذائي وعمليات الهضم بالنسبه للبروتينات والنشويات. الحاجه الخامسه بيعمل لك شهيه مفرطه، بتاكلي عمال على بطال. الحاجه السادسه بيأثر على الحاله النفسيه والمزاجيه وممكن يصيبك بالاكتئاب. الحاجه السابعه ان هو ما ينفعش نوقف الكورتيزون مره واحده. لو استخدمناه الكورتيزون بيتسحب من الجسم بطريقه معينه، فما ينفعش توقفيه مره واحده. الحاجه الثامنه بيعمل لك خطوط وعلامات تمدد بيضاء وحمراء في الجسم، ما بتخفش بسهوله وبتاخد فتره طويله جدا بعد ما بتبطل استخدام الكورتيزون. الحاجة التاسعة بيعمل لنا هشاشة في العظام. رقم 10 بيرفع الضغط وبيرفع السكر، والأخطر إنه بيأثر على المناعة، فلا قدر الله ممكن يجيلك إصابة بأي مرض أثناء استخدام الكورتيزون. الحاجة ال11 أو رقم 11 إنه بيأثر على الدورة الشهرية، ممكن تجيلك بآلام لو ما كانتش بتجيلك بآلام، ممكن يزود عدد أيام الدورة الشهرية، ممكن يزود كمية الدم اللي بتنزل أثناء الدورة الشهرية، وده كله بسبب تأثير الكورتيزون. الاخطر من ده كله، انت بتستخدمي الكورتيزون بيعمل ال 12 اثر جانبي اللي قلت لك عليهم دولت. ال 13 بقى والاخطر انت بتاخديه عشان يزود الوزن. مجرد ما بتبطلي استخدام الكورتيزون، السوائل اللي حصل لها احتباس في الجسم والدهون دي بترجع تنزل تاني، فجسمك بيرجع لطبيعته تاني وبيرجع رفيع تاني، فانت ما استفدتيش اي حاجه. تدمرتي جسمك بال 12 اثر جانبي او سوء استخدام للكورتيزون. لو حابب تعرف الناس بمخاطر استخدام الكورتيزون في زيادة الوزن أو مشاكل استخدام الكورتيزون بدون إشراف طبيب أو صيدلي، اعمل لايك وفولو وشير للحلقة، وهقول لك إن شاء الله الحلقة اللي جاية على تركيبة طبيعية هتزود لك الوزن بدون أي آثار جانبية وعلى قد إيدك بإذن الله. جرب وادعيلي. شكرا.